كل اللي بيحصل ده اهو وكل الحوارات اللي شغاله على اخوان بتزيرة ده تمهيد لان هم عايزين يبيعوه. هم بيشوفونا كجمهور دلوقتي بنعمل ايه. هم قاعدين مراقبين السوشيال ميديا وبيشوفوا الجمهور هيتضايق لغايه قد ايه. في الاول هنطلع كلام ان في عرض له، لا مش في عرض، استنى، لا انا هجيب لك الاحداث بالظبط. في الاول هنطلع كلام ان اخوان بتزيرة مش عايز يرجع نادي الزمالك، فالناس تبدا تتضايق شويه. بس الناس مش هتجيب اللوم على اخوان بتزيرة، هتجيبه على المجلس لان احنا عارفين ان هم فشل. فبعدها بشويه هنقوم قايلين لا ده وكيل اللاعب اللي عايز فلوسه، علشان اخوان بتزيرة واخد فلوسه كامله هو والنادي بتاعه، وكيل اللاعب ما خدش ولا جنيه من فلوسه من السنه اللي فاتت. فالوكيل كلم اخوان بتزيرة، فاخوان تضامن مع الوكيل عشان ياخد حقه. تمام؟ حلو قوي لغايه كده. فالمجلس مطالب بايه؟ مطالب يدي وكيل اخوان بتزيرة فلوسه الباقيه او فلوسه اصلا. تمام. شويه بعدها هنقول ان في عروض جت لاخوان بتزيرة من الخليج بمبالغ حلوه، بس الزمالك طلب مبالغ اعلى. شويه بعدها تلاقي الكلام وصل لان النادي اللي طلب اخوان بتزيرة هو شباب الاهلي دبي الاماراتي، وعايزيه، والزمالك طلب 6 مليون دولار. قال لك ده اقل حاجه تقدر تطلب بيها اخوان بتزيرة عشان نبيعه لك. شفت بقى اللفه عامله ازاي؟ والله من امبارح انا عامل فيديو من امبارح بقول فيه ان كل اللي بيحصل ده تمهيد لان اخوان بتزيرة هم عايزين يبيعوه. هم بيشوفوا الجمهور هيبقى عامل ازاي ومقسمينها مراحل. هم مقسمينها لك مراحل، يشوفوك هتقول ايه ولا هتعمل ايه لما تعرف ان اخوان بتزيرة هم عايزين يمشوه، او لو مشوه فجاه. هم عايزين في الاول وفي الاخر ان اللوم كله يجي على اخوان بتزيرة، ما يجيش حاجه على المجلس. هم عايزين الجمهور يهيج على اخوان بتزيرة، ما حدش يجي عليهم. هم فاكرين اصلا ان احنا هنيجي على الولا على اخوان بتزيرة، مع ان حتى والله لو اخوان بتزيرة هو اللي غلطان كله هيجي عليهم، لان ما عادش في ثقه فيهم اصلا بجنيه. كل عارف ان هم فاشلين وان هم بتوع مصلحتهم وبس، فالكل هيجي عليهم، ما حدش هيجي على الواد اخوان بتزيرة خالص. فتيجي تركز فيها تاني وتالت ورابع هتلاقي والله كلامي صح. كل اللي بيحصل ده تمهيد لان هم يبيعوه وانت عندك ايقاف قيد تأديبي، يمشوه وانت عندك ايقاف قيد ومش هتجيب حد مكانه، وما عندكش حد مكانه ولا حد هتجيبه ربع مستواه. فهم والله عايزينها تيجي من ناحيه اللاعب مش من ناحيتهم. هم عايزين يقولوا احنا حاولنا نحافظ عليه، بس والله اللاعب متمرد مش عايز يرجع لنا، هنعمل ايه؟ فهنبيعه. طالبين في 6 مليون دولار. ده يا باشا ده رقم واحد عندنا الفلوس. هم والله ما يهمهم مصلحه الزمالك، ولا الفلوس دي جايبينها مثلا بنيه ان هم عايزين يحلوا باقي المشاكل بتاعه الزمالك، لا والله مش في دماغهم. ولا هم فارق معاهم ان الزمالك ده ممكن يبقى درجه 70 اصلا، يعني الزمالك ده ما عادش يبقى موجود ومش فارق معاهم. اللي فارق معاهم بس ان دي اخر سنه ليهم في مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك، والله ما هيشموها تاني ولا يخشوا النادي تاني بعدها. فيا خوفي على الزمالك من السنه دي، والله انا مرعوب على نادي الزمالك من الناس دي، هيعملوا فيه ايه في السنه دي والله. الناس دي يهمها السمسره والمصلحه بس. ابعد الكابتن حسين السيد عن كل دول، مالكش دعوه بيه، ده في جنب لوحده، ده راجل نظيف ملوش دعوه بيهم. الباقي كله ما يهموش الا السمسره او الطلوع على التلفزيون ويتكلموا قدام الناس بس. واحد زي احمد سليمان يطلع على التلفزيون مع مريب يدي اخبار الزمالك كلها للاعلام، بس المتحدث الرسمي للزمالك يطلع لي مش عارف يقول ايه ويقولوا هطل فهطل. حسين لبيب يطلع يقول لك انا تعبان وعيان وهو ما فيهوش اي حاجه وبيطلع يتكلم عادي. فالناس دي ملهاش مصلحه مع الزمالك غير مصلحتهم الشخصيه فقط. هكسب كام من الصفقه اللي انا عاملها دي؟ شركه الكوره لو اتعملت انا هيخش لي كام؟ مش كنادي الزمالك، لا هيخش لي كام كشخصي؟ هستفاد منها بسمساره بكام؟ والله جون ادوارد جايب مستثمرين وبتاع، لا يطلع بره ده واحد ناجح، ده بيفكر في النادي مالناش دعوه بيه. طب احنا عندنا ايقاف قيد تأديب يا كابتن. جون ادوارد يا عم وحش زي ما انت قلت، وحش هنمشيها وحش يا كابتن حسين، راجل مش عندك ايقاف قيد تأديبي، هعمل ايه في باقي الفرقه؟ امشيهم؟ امشي النجوم؟ يعني اسيب ايش وامشي اخوان بتزيرة مثلا؟ مش فاهم والله.
المشكله ان الراجل واخد فلوسه. يعني فلوس الوكيل ده هتلاقي حاجه بسيطه قوي، اي حد فيكم يدفعها بسهوله، بكل سهوله والله، اي حد فيكم يدفعها بكل سهوله واريحيه كده. خد. فليه بتعملوا كده؟ انا مش فاهم والله، ومتضايق قوي. يعني انا يعني فكره بالنسبه لي ان والله هم عادوا كل اللي في دماغهم محروق بالنسبه للجمهور او اللي مركز معاهم. انا قعدت بركز في كل كلمه بيعملوها، كره القدم وعهد الله نفسيه، واي حاجه تخص الكره هي نفسيه، ومن منظر لاعب او من طريقه كلام متحدث رسمي للنادي او من طريقه كلام عضو او من طريقه لاعب كوره، والله ساعتها بتفهم كل حاجه بجد فعلا. بتفهم من اي حاجه، اي حاجه من دي والله بتفهم اللي داير في النادي واللي داير مع اللاعب ده او داير مع الاعلامي ده او داير مع الراجل اللي له دعوه بالزمالك ده او رئيس النادي ده، والله من طريقه كلامه عادة بتبان، لان كل حاجه بتتعمل عادة مفقوسه، كل حاجه بتتقال عادة مفقوسه. اول لما طلع طراطيش كلام من كام يوم، ما اتكلمش عن الناس قليله قوي، ان اخوان بتزرع قاعد في البرازيل مش عايز يجي، انا قلت دي حقيقه جوايا، ما قلتش في فيديو، قلت والله دي حقيقه، اتوقعها عادي، توقع مجلس ادارتنا الفاشل ده ان ده يحصل عادي، ما فيهاش اي حاجه. ورسمت السيناريو ده والله في دماغي بعدها، رسمت سيناريو ان هم يعملوا ان هو المشكله وان هو السبب وان هو عايز فلوس. كنت قايل ان هو بس طلع وكيل وهي يعني، بس قلت في دماغي هو زمان جاي لهم عرض وهم عايزين يمشوا الواد بيه وعايزين يجيبوها في الولا ويشوفوا رد فعل الجمهور الاول. والله الجمهور مشى مع الاداره وقال لك محدش يتامر علينا ومشوه، محدش يتامر علينا احنا الزمالك ومش عارف ايه، نمشيه ونبقى احنا كسبنا فلوس. مش هتخش الزمالك، هتخش جيوبنا او اغلبها هيخش جيوبنا يا جدع، لو نسبه صغيره تخش جيوبنا يعني فلوس حرام من الاخر يعني سمسره. والله كان في دماغي السيناريو كامل على بعضه كده كله، اقسم بالله السيناريو كله. انا ما شفتش في حياتي بجاحه وغباء بالشكل ده. اهم لاعب عندي المؤثر السنه اللي فاتت في كل الماتشات المهمه بيراميدز، نص نهائي الكونفدراليه، نهائي الكونفدراليه جايب لي جون واتلغى بسبب حسام باشا عبد المجيد. المؤثر معاه في كل الماتشات، جون في كايزر تشيفز من اسباب صعوده من المجموعات اصلا او الدور اللي بعد المجموعات مش فاكر بالظبط. راجل مؤثر، اهم لاعب عندي، راجل مهاري بطريقه غير طبيعيه ما شفتوش قبل كده. راجل جه عوض زيزو، ما بالك بزيزو دي كان عندنا عامل ازاي قبل ما يروح الاهلي، بالك زيزو كقيمه لاعب كانت عامله ازاي عندنا اصلا. الراجل ده عوض كل ده وفي الاخر يجي لي ايقاف قيد تاديب، اقول الحمد لله على نعمه ان الراجل ده لسه معايا وهقدر العبه عشان عقده لسه ساري معايا 3 سنين قدام. فلا والله لا انا مش مبسوط، انا عايز امشيه. انا كحسين لبيب او احمد سليمان او مش عارف عايزين نمشيه ليه؟ احنا والله جاينا مصلحه حلوه، هنعمل ايه؟ نموت نفسنا؟ جاينا مصلحه يا سيدي، نعمل ايه؟ خليك معانا اقرانا كده. بقول لك احنا طالبين اقل حاجه 6 مليون دولار، ده الاهلي يا جاحد طالب في امام عاشور من 10 ل 12 مليون دولار. امام احسن لاعب في مصر، بس اخوان بتزيرة ده صغير في السن 23 سنه دلوقتي، مهاري جدا، قمر من امام بمراحل، ناقصه الفينش. تخيل انت ظبطته في الفينش السنه دي، اقسم بالله ما هيتباع باقل من 12 مليون دولار فعلا زي ما الاهلي بيعمل مع واخوان بتزيرة عنده ميزه ان هو برازيلي مش مصري، في نفس الوقت مهاري بدرجه عاليه قوي. تخيل الفينش ظبط كمان معاه، تضرب في 2 في 3 في السعر اللي انت بتقوله دلوقتي. انما انتوا علشان انتوا عارفين ان ده اخر سنه ليكم، ما عدتوش داخلين نادي تاني ولا عاد هيبقى لكم علاقه بحد في النادي، واي مجلس اداره يمسك النادي انتوا ما انتوش داخلين جوه تاني، هتتهانوا لو طلبتوا تخشوا جوه النادي. فانتوا مش عايزين تعملوه، عايزين تخلصوا من دلوقتي. اي مصلحه تخلص قبل ما السنه دي تخلص. انا والله حاطط ايدي على قلبي من السنه دي هم هيعملوا ايه في النادي، خايف والله من اللي هيعملوه، بكميه ايقافات القيد اللي هنخلص الموسم بيها، بكميه القواضي اللي علينا، اللعيبه اللي هتمشي في نص الموسم. انا خايف من كل ده، خايف. كل حاجه كانت تبشر بالخير هم محوها. يكفي بس ان هم مشوا جون ادوارد ده، بس دي الوحيده، دي مصيبه، اقسم بالله دي مصيبه. دول مجلس جعان، اقسم بالله ناس جعانه، هم عايزين اي فلوس، ان شاء الله تيجي على حساب الزمالك، تيجي على حساب مين، المهم يطلع لي فلوس واطلع على التلفزيون عادي، مش مهم مصلحه النادي اللي انا شغال فيه، مش مهم اللي انا اكسب فلوس او اكل بيتي فلوس حلال من عرقي، لا انا ممكن اطلع على التلفزيون اسرب اخبار احنا متفقين كلنا ما نتكلمش عليها.
لا والله انا ممكن اجيب لاعب ما يسواش 200,000 دولار اجيبه بنص مليون دولار واخد 300. عليكم السلام ورحمه الله. مش فارق لهم الا السبوبه يا باشا. انا هجيب اللاعب ب 200,000 دولار وهو ب 200,000 دولار ده سعر. هجيبه للزمالك والله ب 500، ال 300 دول انا هاخدهم ليا مصلحه. هدي الوكيل ونسبه واخد انا الباقي. هي ماشيه كده معاهم. عن ابو الزمالك لا ابو اي حاجه تخص الزمالك في الارض. وانت كمشجع مش في حساباتهم، هم بس بيشوفوا الليله هتبقى ماشيه ازاي. هم بيطمنوا. والله الجمهور معانا، يلا نخلصها على طول ونمشي الولا ونطلع بمنظر المنتصرين العظماء اللي اخوان بتزيرة لما اتنى علينا وقمنا بايعينه على طول. وبعناه بكام؟ ب6 أو 7 مليون دولار ودخلنا النادي مبلغ. وجبنا النادي مبلغ كبير واحنا المنتصرين، احنا اعظم نادي واعظم اداره في الدنيا وعملنا كل حاجه اللي جمهور الزمالك طلبها وبتاع. وهم في الاخر مسمسرين نص المبلغ مثلا اقل حاجه. وفي الاخر الواد ما تامرش علينا اصلا ولا عايز يمشي. ده الواد لسه من يومين عامل درع الدوري على رجله. فهم بيضحكوا عليك، هم بيحاولوا قد ما يقدروا يضحكوا عليك وياكدوا لك ان هم الصح. بس ما عادش حد بيثق فيكم، فكل كدبه هتكتبوها هتبان على طول. فهل المنطق يخليني انا كمشجع نادي الزمالك اصدق الناس دي في حاجه واكدب الواد ده؟ وبعدين هو ما طلبش هو جنيه، هو واقف مع وكيله اللي جابه الزمالك. المصيبه الادهى والاكبر ان هم ملبسين جون ادوارد الحوار ده. بيقولوا ان جون ادوارد هو اللي وحى الوكيل دلوقتي ان هو يطلب فلوس. انتوا بجحين يا ابني، شويه بجحين. ما كفكوش اللي انتوا مشيتوا الراجل بقى لما كان عايز يخلي للنادي بس بجد والله شكل وكميه فلوس رهيبه السنين الجايه، ومشتوه. ودلوقتي ماسكين الوكيل بتاع بتزير عشان طلب حقه بعد سنه كامله ما خدش فيها ولا جنيه، اللي هي نسبته اللي هي حقه اللي ياخدها من اول التعاقد بيجيبوها في جون ادوارد. طب ما اللاعب في البرازيل بقاله فتره مش راضي يجي، جد دلوقتي يعني بيجيبوها في جون ادوارد. هياها يعني ركز في كام، هي نفس الفكره. اول لما هينطروا حد او يبعد عن الساحه والمشهد هيقوموا جايبين السيره بتاعته هيحطوه في اي فشل. هو السبب، هو اللي عمل كده، هو السبب. والله احنا ما كناش كده، احنا كنا عايزين نبقى احسن من كده، بس هو والله اللي عمل كده. هو اللي راح كلم الوكيل قال له ما تبعتش الواد لما ياخد فلوسك، لما تاخد فلوسك. طب هو جون مستفيد ايه؟ ان هو يخلي الوكيل ياخد نسبته اللي هي حقه اللي النادي متفق معاه عليها اصلا. جون مستفيد ايه من كل ده؟ الله اعلم، ما تعرفش. هم اللي عارفين، بس هم اللي عارفين. ليه؟ لان هم اساتذه في السمسره، اساتذه في المصالح، اساتذه ازاي انا اطلع فلوس من اي صفقه. لو ايه اساتذه اللي انا اروح اكلم وكيل على لاعب معين واطلع لي 100 200 300 الف دولار عادي في الصفقه. 15 مليون جنيه انا مالي، عامل ايه عن ابو الزمالك يولع. اقسم بالله مرتضى منصور يعلمكم يعني ايه اداره، اللي الكل كان بيقول عليه فاشل وكله بيقلس عليه، يعلمكم يعني ايه اداره. قسما بالله يوقفكم قدامه كده وحاط رجله في وش ادخن تخين فيكم ويفهمكم يعني ايه اداره. يقول لكم انت بتعمل كذا مع كذا، بتعمل كذا مع كذا، ويمسك لكم بنود ويقعد يفصصها لكم كده وانتوا قاعدين قدامه زي البهايم ويعلمكم اللي بنقول عليه فاشل. فاهمين وصلتوا لايه؟ واصلين لايه؟ واصلين لقله قيمه وقله منظر، منظركم يقرف. وقسما بالله وريحتكم وحشه، انتوا كل حاجه فيكم وحشه. منظر حسين لبيب بالسجاير الطعم اللي بيشربها يقرف. استغفر الله العظيم، ما قالش على خلقته، انا بقلس على افعاله والله. يعني كل ده على افعاله مش على خلقته. بكل حاجه بتعملوها مفيش احترافيه بجنيه. حسين لبيب عامل نفسه دوسه للخطيب في كل حاجه. انا والله مع ساعات والله العظيم بقيت اصدق اللي انتوا مع الاهلي، اللي انتوا شغالين لصالح الخطيب. يعني قسما بالله لو انتوا شغالين لصالحه ما هيطلب الطلبات دي منكم كده، هيطلب اخف من كده. اجلطوا الزملكاويه بس اخف من كده، مش للدرجه دي. مش لدرجه انت بتمشي اهم لاعب عندك في الفرقه والصغير في السن اصلا في خط هجومك بجد، لسه عيل صغير وبتمشيه وانت عندك ايقاف قيد تاديبي مش عارف تجيب حتى صفقه مكانه. مش معقول، مش معقول كميه العبث والغباء ده. اقسم بالله المصيبه الاكبر ان هم ما بيبقوا فاهمين. يعني لو مش فاهمين ان دي مصيبه، دي مصيبه اكبر. هم دخلوا كده في حسبه قسما بالله بهايم، قسما شويه بهايم. فوالله الواحد
كل فيديو هقولها والله. يعني ده ختام الفيديو عامه عندي بالنسبه لي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم واحد واحد. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد بيخرب في نادي الزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. لو انتوا نيتكم فعلا اللي انتوا توقعوا الزمالك قبل ما تمشوا عشان لسه لكم سنه بس، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك كده كده ما هواش اشخاص، ما هواش اسماء. الزمالك قايم بجمهوره اللي على طول هو السبب في تتويجه بالبطولات، وانتوا شويه جرابيع كده كده مسيركم هتطردوا بره النادي ومش هتخشوه تاني بعون الله.